ببالغ الحزن والأسى ودعت الساحة الفنية اليوم 11 مايو 2026 الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة بعد مسيرة فنية حافلة. عبد الرحمن أبو زهرة مدرسة فنية متفردة أثرت في أجيال، هو أحد أعمدة الدراما المصرية وأيقونة المسرح. عبد الرحمن أبو زهرة موهبة فنية فريدة وحضور مميز وأسلوب راقي في الأداء. عبد الرحمن محمود أبو زهرة مواليد 8 مارس 1934، مركز منية النصر، محافظة دمياط، والوفاة 11 مايو 2026 عن عمر ناهز 92 عام. حصل على الليسانس من كلية الآداب وتخرج من معهد الفنون المسرحية سنة 1958، وحصل على البكالوريوس وعمل موظفا في وزارة الحربية، ثم عين ممثل في المسرح القومي سنة 1959. من أول عمل مسرحي له كانت مسرحية عودة الشباب لتوفيق الحكيم. شارك أيضا في أعمال إذاعية وتميز بمشاركاته في أعمال مأخوذة عن الأدب العالمي التي كان بيتم تسجيلها وإذاعتها عبر الإذاعة المصرية، البرنامج الثقافي، وظهر في أدوار تاريخية ودرامية وكوميدية. سيرة فنية حافلة بالأعمال في السينما أو في الدراما أو في المسرح أو في الإذاعة حتى الدبلاج. الرحمن أبو زهرة يظل حاضرا في ذاكرة الجمهور. من أعماله راس القط وأرض الخوف مع أحمد زكي، ولن أعيش في جلباب أبي مع العملاق نور الشريف. سيرة فنية امتدت من سنة 1961 حتى 2022، وأعلن ابنه أحمد عبد الرحمن أبو زهرة منذ قليل وفاة الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك. أثر مشكلة في التنفس، وهو المرض اللي كان بيعاني منه قبل وفاته، وكان موجود في غرفة العناية المركزة منذ 6 أيام. كتب ابنه أحمد عبد الرحمن أبو زهرة: إنا لله وإنا إليه راجعون. صعدت روحه الطاهرة إلى السماء، ومات من علمني أن الدين معاملة وليس مظاهر فقط، من علمني أن قول كلمة الحق سيف على الرقبة مهما كانت العواقب، وأن الشرف والأمانة والصدق والاجتهاد هما سمات الإنسان الشريف مهما كانت التحديات ومهما كانت الزمن ضده. مات الفنان المناضل من أجل القيمة والأخلاق، عاش حياته كلها يعلو من القيم الإنسانية العظيمة في كل أعماله الفنية. من علمني أن الرجل والفنان هو كلمة وموقف. مات الأب والظهر والسند والمعلم والقدوة، أدعو له بالرحمة والمغفرة. نعاه الفنان الكبير رشوان توفيق وقال: رحمن أبو زهرة بالنسبة لي كان أخويا وصديقي وزميلي وأستاذي، أصحاب من سنة 1955. وقال: خسارتنا كبيرة، قيمة فنية عالمية. حياته كلها كانت للفن فقط، وما فيش أي حاجة في حياته إلا بيته وفنه. الأمانة لله إن عبد الرحمن أبو زهرة بإذن الله في أعلى عليين. أسأل الله العلي العظيم أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وزاويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا يرحمه ويغفر له.